الهوت دوج من الأكلات المفضلة للأطفال، وهم دايما بيحبوا الجديد واللي يلفت نظرهم للأكل. طبق النهاردة من أسهل الوصفات للفطار وللعشاء، لكل محب التغيير والإبداع، لكل اللي بيحب تحضير الفطار بأسرع وقت ممكن، واللي عندها أطفال مش بياكلوا البيض المقلي. اعملي الوصفة دي وادعيلي لأنها مغرية جدا ليهم. لو أول مرة بتشوفي قناتي، أنا سمر الدسوقي، وقناتي اسمها نوتيلا وموتزاريلا. يلا بينا اقولك على المقادير واعرفك طريقة التحضير. معايا هنا 2 خلة او 2 عصاية شيش طاووق، ومعايا 2 هوت دوج، في واحدة زي دي كمان. تمام كده. هنبدأ بقى نقطعها بالشكل ده. نحاول نضيق المسافات في القطعية كده، ونحاول ان العصاية بتاعت الشيش طاووق ما تتحركش من تحت السكينة، بحيث ان السكينة بتنزل على العصاية، ما بتوصلش للآخر. انا ماسكاهم بايديا الاتنين بالشكل ده علشان ما يتحركوش، لان انا مش عايزة الهوت دوج يتقطع معايا للاخر. هقسمها بقى بالشكل الطولي ده. وطبعا الهوت دوج اللي معانا من النوع اللي هو الطويل، في نوع اقصر من ده وفي نوع اطول، تجيب النوع اللي هو الاطول. هنقسمها بالطول بقى ونفصلهم عن بعض كده ونحاول نلفها، نخلي الحتت المشرشرة دي لبره، ونجيب خلة اسنان من الصغيرة ونقفلها بالشكل ده. تمام كده. هعمل برضو التانية نفس الطريقة. طبعا الحلقات دي بتتعمل على عدد الافراد، وكل صباع من اللي هو الهوت دوج بيعمل 2، بيعمل حلقتين. يعني شوف انت بقى على حسب العدد اللي عندك هتعملي قد ايه. انا مثلا عملت 4 ل4 افراد. حاول اقفلها بالراحة كده بالشكل ده عشان ما تتقطعش معايا. تمام كده. انا عملت هنا 4 حلقات. هجيب بقى 4 بيضات بعددهم بالظبط، وافصل الصفار عن البياض. تمام كده. عاوزة تحطي كل صفار لوحده في بولة ماشي، عاوزة تحطي كل 2 مع بعض زي ما انا عملت كده ماشي، مفيش اي مشكلة. انا بس بعرفك الفكرة وخلاص. افصلهم بالشكل ده. لو انت عارفة تفصلي البياض عن الصفار بايدك مفيش مشكلة برضو. انا بعرف البنات اللي ما هماش عارفين لسه يفصلوه، او دي طريقة سهلة ليهم يعني. تمام كده. فصلتهم، عملت هنا ال4، وحطيت هنا طاسة على النار، سخنتها كويس جدا، وحطيت معلقة سمنة بلدي. ودي اختياري، لو انت ما بتحبش البيض المقلي بالسمنة البلدي، او ما بتحبش تستخدمي السمنة البلدي في الاكل بتاعك، فده حاجة ترجعلك. حط زيت وخلاص. هحط طبعا معلقة سمنة بلدي، وهحط كمان شوية زيت، حوالي معلقتين كده. واستنى لما يسخنوا كويس. وهبتدي احط الهوت دوج واحدة جنب التانية كده، واحاول ارصهم على شكل وردة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هظبطهم كده جنب بعض. طبعا انا مهديه النار يا جماعه من اول ما الطاسه سخنت وبدات احط الهوت دوج، هديت النار كويس جدا علشان البيض ما يستويش معايا بسرعه قبل ما انا اخلص.
هنا حطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح على بياض البيض كده وضربتهم بالشوكة. بحاول بقى هنا ايه اخلي بياض البيض بره الحلقات دي. تمام كده. وهبدأ اجيب الصفار انزل واحدة بالراحة. انا مش عايزة الصفار يتفتح معايا من قبل ما ينزل. انزله بالراحة كده بالشكل ده. في كل حلقة هنزل واحدة. تمام كده. طبعا دول اتفتحوا معايا وفي واحدة ما اتفتحتش فانا ايه فتحتها بحيث ان هي تملى الحلقة من جوه. هي دي اللي ما اتفتحتش معايا هفتحها بقى واسيبها ايه لحد ما تستوي. فتحتها بالشكل ده وحاولت ايه يعني اكسر اللون بشوية كزبرة مفرومين كده ورشيت فلفل اسود. رشة خفيفة كده على صفار البيض. طبعا انا حطيت على البياض لكن الصفار لأ. ورشيت برضو رشة ملح خفيفة بحيث ان كله يكون ملحه مظبوط. تمام كده. هبدأ اغطيها بقى واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي معايا والصفار يبقى جامد معايا بالشكل ده. شايفين جامد ازاي؟ يبقى هو كده استوى. والحواف معايا احمرت حمار بسيط كده. الحروف بتاع البيض. هبدأ بقى افصل كل وردة عن التانية. نقطعها بالراحة كده ونبدأ نقدمها بقى. طبعا بتتقدم سخنة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة نوتيلا وموتزاريلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.